كل صفحات النادي الاهلي وكل المنتسبين اعلاميا للنادي الاهلي يتساءلون جميعا عن شيء واحد: لماذا هذا الحضور الجماهيري الجارف لنادي الزمالك عند مقارنته بالحضور الجماهيري للنادي الاهلي؟ ليه الزمالك في مباراته الاخيره مع الاتحاد السكندري حضر له 35 او 40 الف متفرج، والنادي الاهلي لما تيجي تبص على اي مباراه تلاقي حضور جماهيري ضعيف جدا لا يتجاوز 5-6000 متفرج؟ فقامت عبقرة التحليل وفلاسفة التحليل وفلاسفة التحليل الاهلاوي قال لك يا سيدي ده سهله خالص، ده مجلس اداره نادي الزمالك بيشتري التذاكر للجماهير ويديها لهم. اضحك يا ولا يا واد، اضحك يا ولا يا جدع، عيب يا جدع. ده مجلس اداره حسين لبيب مش لاقي فلوس يدفع بيها رواتب اللعيبه. الزمالك ما عندوش فلوس يدفع مرتبات اللعيبه، يوم مجلس الاداره هيشتري التذاكر ويديها للجماهير ببلاش. الشغل الشاغل لوسائل الاعلام الحمراء هو ازاي الزمالك بيروح له 35 و40 الف متفرج، فاقتنعوا ان مجلس الاداره بيشتري التذاكر ويديها للجماهير. طب دي حجه مفروض عليها يا باشا، مجلس الاداره ما معهوش فلوس، ده بيشربوا سجاير فرط، لا مؤاخذه يعني، مش لاقيين فلوس يدفعوا رواتب للعيبه هيقوموا يشتروا التذاكر ويدوها للجماهير؟ لا، حجه مش كويسه دي. والسبب الحقيقي اللي انا بقوله لصفحات النادي الاهلي، لا يعلم احد سبب هذا الحضور الجماهيري الجارف، سر سوف اكشفه لاول مره لكل صفحات النادي الاهلي. لماذا هذا الحضور الجارف لجماهير نادي الزمالك؟ الحقيقه يا جماعه ان في اتنين من اشد الزملكاويه، اتنين. الاولاني الباشمهندس زياد ابو العلا، والتاني الحاج محمد سامي. اكتشفوا كوكب في المجموعه الشمسيه، هذا الكوكب يسكنه مجموعه من الفضائيين. حاج محمد سامي والباشمهندس زياد ابو العلا اقنعوا هؤلاء الفضائيين انهم يبقوا زملكاويه. الفضائيين دول يوم مباراه الزمالك بيجوا على طول من الكوكب بتاعهم على الاستاد يحضروا المباراه ويزلزلوا الملعب زي ما انتم شفتوا كده. دولت فضائيين اقنعهم الباشمهندس زياد ابو العلا والحاج محمد سامي انهم يكونوا زملكاويه، يجوا يحضروا المباريات ويلبسوا تيشيرت النادي الزمالك، ده مش محتاجين تذاكر ولا اي حاجه يا باشا، ويهزوا الملعب ويرجوه ويخلوا اللعيبه تاكل النجيله ويكسبوا، الزمالك يكسب، الفضائيين بيبقوا مبسوطين ويروحوا الكوكب بتاعهم.